في خبر تاني وهو فيديو لسعد الصغير وهو يقبل قدم الراقصة شمس، والراقصة تستغيث برئيس الجمهورية لحمايتها من سعد الصغير. تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطرب الشعبي سعد الصغير وهو يقبل قدم وحذاء زوجته الراقصة شمس، ويقول لها ريحتها زي الكاتشب، زي كان جعان. وبدا خلال المقطع في حالة واعية، حيث طلب الشخص الذي معه بتصوير هذا الفيديو قائلا سجل سجل يا ابني. وبعدها تابع لحسن تفتكروا ان انا متخدر او شارب حاجة، ده انا عشان مكسوف بس، في اشارة منه لسلامة قواه العقلية. جدير بالذكر ان سعد الصغير قد انكر هذا الفيديو قبل ظهوره، وبرر بأن هناك بعض الأشخاص هددوه وأجبروه على أن يفعل ذلك حتى يقوموا بتسجيل هذه الرأي. الراقصة شمس نفسها عملت في فيديو آخر بتطلب منه تطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي حمايتها، وكانت قد نشرت الفنانة الاستعراضية شمس مقطع عبر هذا المقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تستنجد فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تهديدها من الفنان الشعبي سعد الصغير لها ولأهلها بالقتل حسب قولها. وقالت في هذا المقطع أنا شهرتي شمس وبتهدد بالقتل، وبوجه كلامي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المصريين اللي سامعيني إن أنا كنت متجوزة من سعد الصغير لمدة 7 سنوات، تعرضت فيها للظلم والخطف من الإسكندرية للقاهرة، قتل ابنتي وكنت حامل فيها في 6 شهور، وأخذني من الإسكندرية للقاهرة في منزله بحي الأشجار. وأضافت إنها تعرضت خلال هذه الفترة لتهديد واضح بالقتل، واستنجدت برئيس الجمهورية. يعني كأنه السيد رئيس الجمهورية ما وراهوش غير للأسف يعني حاجة تانية، يعني ولا وراها مشاكل تانية، البلد المشاكل الجسيمة والحرب اللي بتواجهها مصر من الخارج والداخل. ويعني احنا عايزين والله اللي لديه مشكلة أو تعرض لجريمة عنده القانون وعنده النائب العام وعنده النيابة العامة وعنده كافة الطرق القانونية. القانون حدد طرق لرئيس الجمهورية، ليس من اختصاصه انه هذا الموضوع، لكن كل الموضوع انه عندك جريمة بتتهدد بقتل، في حاجة حصلت، في اي جريمة حصلت عليك او على اي انسان، عليه ان يتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر او يتوجه للنيابة العامة لتقديم شكوى او النائب العام. فدي الجهات الحكومية او الجهات التي خصصها القانون لتلقي هذه الشكاوى والتحقيق فيها. أنا شهرتي شمس وبتهدد بالقتل، وبوجه كلامي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل المصريين اللي سامعيني إن أنا كنت متجوزة من سعد الصغير لمدة 7 سنوات، تعرضت فيها للظلم والخطف من الإسكندرية للقاهرة، قتل ابنتي وكنت حامل فيها في 6 شهور، وأخذني من الإسكندرية للقاهرة في منزله بحي الأشجار. وأضافت إنها تعرضت خلال هذه الفترة في خبر تاني وهو فيديو لسعد الصغير وهو يقبل قدم الراقصة شمس، والراقصة تستغيث برئيس الجمهورية لحمايتها من سعد الصغير. تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمطرب الشعبي سعد الصغير وهو يقبل قدم وحذاء زوجته الراقصة شمس، ويقول لها ريحتها زي الكاتشب، زي كان جعان. وبدا خلال المقطع في تهديد واضح بالقتل، واستنجدت برئيس الجمهورية. يعني كأنه السيد رئيس الجمهورية ما وراهوش غير للأسف يعني حاجة تانية، يعني ولا وراها مشاكل تانية، البلد المشاكل الجسيمة والحرب اللي بتواجهها مصر من الخارج والداخل. ويعني احنا عايزين والله اللي لديه مشكلة أو تعرض لجريمة عنده القانون وعنده النائب العام وعنده النيابة العامة
وعنده كافة الطرق القانونية. في حالة واعية حيث طلب الشخص الذي معه بتصوير هذا الفيديو قائلا سجل سجل يا ابني، وبعدها تابع لحسن تفتكروا ان انا متخدر او شارب حاجة، ده انا عشان مكسوف بس، في اشارة منه لسلامة قواه العقلية. جدير بالذكر ان سعد الصغير قد انكر هذا الفيديو قبل ظهوره، وبرر بان هناك بعض الاشخاص هددوه واجبروه على ان يفعل ذلك حتى يقوموا بتسجيل هذه الرأي. الراقصة شمس نفسها عملت في فيديو آخر بتطلب منه تطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي حمايتها، وكانت قد نشرت الفنانة الاستعراضية شمس مقطع عبر هذا المقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تستنجد فيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تهديدها من الفنان الشعبي سعد الصغير لها ولأهلها بالقتل حسب قولها. وقالت في هذا المقطع